السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل بقى معاكم الفطير بطريقتنا الجميلة اللذيذة الخفيفة. انا معايا 2 كيلو كده فطير، ومعايا كيلو سمنة، وحطيت عليهم كده قيمة نص كوباية زيت كمان، وسيحتهم على النار. وبس هوريكم الاول الفطير، وانا بعد ما عملته شفتوا يا حبايب قلبي مورق ازاي. بس هو دلوقتي سخن، انا مش عارفه امسكه لكم كويس. شوفوا ما شاء الله، هنقطع لكم حته كمان تشوفوها الاول، وهوريكم الطريقه انا عملتها ازاي. تمام كده، هقطع كمان حته. شو انا هقطعها واوريها لكم، بس هي سخنه، انا مش عارفه ان انا اوريها لكم كده عشان هي ماسكه في بعضها، مش عارفه افتحها لكم من جوه. بس هي ما بردت ما شاء الله، باينه كده مورقه وجميله. انا عامله كل فطيره 5 وحدات كده. معايا دلوقتي 2 كيلو دقيق، هحط عليهم رشه ملح صغيره، ولو انت حابه تحط عليها سكر حطي، بس انا مش حبيت ان انا احط سكر. وحط عليها شوية مية، بس العجينة ما تاخد بقى معاكي مية، هتلفها كده كويس. اما نشوف هتاخد مية معاكي قد ايه. انا هعملها كده الاول، اضيع الدقيق حبة بحبة علشان العجينة ما تطرش مننا خالص. احط كمان شوية مية واقلب تاني يا حبايبي. شوفوا، انا همسك دلوقتي العجينة كويس والفها وامسك الطبق معايا. شوفوا انا بضيع الدقيق، بس بحط شوية بشوية علشان المية ما تخليش معانا العجينة طرية، حبة بحبة. احط كمان شوية كده. انا كده بضيع الدقيق، واللي كمان احنا مش عاوزين نعجن فيها كتير، احنا عاوزين بس نضيع الدقيق وهنشوف هتاخد مننا ميه قد ايه. عاوزين العجينه تبقى معانا طريه كده ولينه في ايدينا، تبقى حلوه. انا حطيت كمان شويه ميه علشان هي احتاجت مني، وعشان لسه فيها الدقيق باقي. هستنى هروح اعملها دلوقتي وهرجع لكم تاني. انا بعد ما ضيعت كل الدقيق وبخدمها كده يا حبايبي بايديا، وهي اما تعوز مني ميه بحط لها. فانا بعملها ازاي؟ مش نقلب فيها زي العجين، احنا بنخدمها كده. اما بتعوز ميه مننا بنحط لها. بس انا دلوقتي هلفها، هي بقت معايا كده ولمت نفسها، وهلفها كويس واحطها في قلب الطبق، وامسح وشها كده بشوية سمنة عشان ما تنشفش مننا، وهغطي عليها، اجيب كيس كده كبير وهغطي عليها، تسيبها تهدي معانا قيمة 5 دقايق كده. وبعدين اما اكون جبت الطبلية بتاعتي وهمسحها بزيت واقطعها عليها. تمام كده يا حبيبي، يعني انا اشوفها كده. شوفوا ما شاء الله 5 دقايق اما مطت ازاي. قلت اما اشدها كده بايديا اشوفها العجينة لينة، ما اسيبها شوية كمان. بس لقيتها كده حلوة. انا جبت كده الطبلية بتاعتنا وبمسحها كده بشوية سمنة علشان لما هقطع بقى العجينة دي كور صغيرة احطها عليها. تمام كده يا حبايبي، انا هجيب بقى العجينة بتاعتنا وهقطعها واحطها عليها. انا بعد كده ما قطعتها ومعايا السمنة اهوت، همسح الوش القطع اللي انا عاملاها دي يا حبايبي بالسمنة. انا عملتهم دلوقتي بالسمنة، بس انا هوريكم كده وانا وانا عاملاها وكده. دلوقتي انا جبت الصينيه اللي انا هفرد عليها الفطير بتاعنا يا حبيبي. انا هجيب واحده بواحده وهمسكها في الصينيه
هخبزها كده معانا بايد. انا بحب ان انا اشتغل بايد واحده. بس هفردها كده كويس في قلب الصينيه بتاعتنا. بس انا مخليه القطع بتاعته صغيره، وهشدها كده عشان تبقى معانا خفيفه ومورقه كده يا حبايبي. انا بفردها، بجيب من الوسط واطلع على الجناح. بجيبها يا حبايبي من الوسط بصوابع ايديا واللي عند الجناب، عشان تبقى من الوسط رقيقه ومن الجناب تبقى رقيقه. بس انا همسكها بقى بايديا وهشدها بايديا الاتنين كده عشان تبقى تمط معانا كده وتبقى حلو. تمام كده. انا لسه هشدها شويه آه وه عشان تفرش معانا. شوف انا بشدها حته بحته كده عشان تبقى رقيقه معانا. بس انا عشان انا كنت ماسكه التليفون بايد، وكنت بعملها بايد عشان اوريكم الطريقه بتاعتنا. تمام كده يا حبايبي. شوفوا اهي انا اما افصل التليفون همسكها بقى بايديا الاتنين واشدها. بس انا بعمل واحده والفها واعمل التانية واحطها في قلب. حبايب قلبي اللي ما اشتركش عندي في القناة ممكن تشتركولي في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، فضلا ليس امرا. انا كده فردتها يا حبايبي وبشدها كويس اهو بايديا كده الاتنين. بابا فيه ويعز يا رب جه يصور عليا. انا هفردها كده كويس، وهجيب كمان شوية بقى زيت واحطها على الوش بتاع سمنة، واحطها على الوش من فوق عشان تبقى مورقة حلوة كده يا حبايب قلبي. عما نلفها انا بمسح اللي بايديا السمنة على وشها وكده عشان تطلع كده يا حبايب قلبي مورقة وتبقى جميلة. وانا هوريكم طريقتين: طريقة بفردها وبقطعها بالسكينة مثلثات وبلفها، والطريقة التانية بلفها عادي. يعني المبتدئين يعني ممكن يعملوها كده او بالطريقة التانية عادي. واحنا حبايب قلبي كلهم شطار ما شاء الله، تسلم ايديكم جميعا. بس انا حبيت ان انا اوريها لكم كده. بس انا مسكت دي كبرتها ورقيتها جامد معايا. بس انا التانيين مش هرقهم جامد زي دي يا حبايبي. انا قطعها بالسكينة كده زي مثلثات. همسك قطعة قطعة والفها كده يا حبايبي. تمام كده. همسكها قطعة قطعة كده والفها على الوسطانية. علشان انا كنت رقيتها جامد كده في الصينية. بس هي عما رقيتها بقت جميلة مورقة من جوه جميلة، وكانت ما شاء الله وطعمها جميل كده. شوفوا يا حبايبي انا عاملاها ازاي. باخدها قطعة قطعة والفها كده في الوسط. تمام كده. انا بدور الصينية عليها عشان اعرف اتملك منها. تمام. وهلفها كلها وهجيب بقى واحدة معاكم كمان واعملها معاكم، وهكمل بقى كل الكمية بتاعتنا. هما عملوا معايا كده 2 كيلو 5 فطيرات. انا كل فطيرة عاملة فيها يا حبايبي 5 وحدات. انت عليك لو عاوزاها تبقى مورقة اكتر وكتيرة حطي فيها 7 10 براحتك. بس انا بحبها بحب يعني الصراحة احط فيها 5. تمام كده يا حبايبي. هعملها كده وهجيب كمان واحدة واعملها معاكم وعما اخلص كل الكمية هسيبها تهدى كده 5 دقايق وارجع لكم تاني. بس انا اعمل معاكم التانية ديت. بس انا كترت بقى تحتها سمنة، يعني كنت اما بشد فيها كانت بترجع تاني. بس انا فضلت معاها ما فردت معايا. انا بحب الاول وانا بفردها على الصينيه يعني امسح الصينيه مسحه كده خفيفه عشان تفرد معايا بسرعه. بس انا في الوقت ده كنت كترت بقى سمنه. السمنه اجت معايا في ايديا كتير. تمام كده. تمام كده يا حبايبي. انا بفردها اهوت وهشدها كده بايديا الاتنين علشان تفرد معايا كده. شوفوا ما شاء الله.
لازم نشدها كده جامد حتة بحتة علشان تطلع بقى معانا الفطيرة بتاعتنا خفيفة كده ومورقة من جوه. تمام كده يا حبايبي، شوف ما شاء الله. وكمان انا مخليه القطع صغيرة، ما كبرتش القطع عشان تطلع كده خفيفة معانا. انت براحتك، لو حابة ان انت تعملي القطعة كبيرة براحتك، وحبها بقى تبقى الفطيرة اكبر براحتك، دي ترجع لك انت، حرية لك انت حبيبتي. تمام كده. انا بقى هجيب اللي انا عملتها واحطها في قلبها. انا كده جبتها، هلفها بقى حتة بحتة، بشد كده والف عليها، بشد واحطها فيها يا حبايبي. شوفوا ما شاء الله. انا بقى هعملها 5، يعني واحدة واحط الفطيرة دي معانا، واحدة واحط الفطيرة معانا. انا دلوقتي يا حبايبي هخلص كل الكمية بتاعتنا، بس هعمل كل واحدة فيها 5. وهجيب كده معانا الصواني بتاعتنا. هنجيب كده الصينية، همسحها من تحت بسمنة. وهجيب بقى الفطيرة بتاعتنا. انا عملت الفطيرة بتاعتنا كده 5 قطع يا حبايبي. همسكها كده اخدمها شوية كده بطها يعني، عم تملي الصينية بتاعتنا. بس الصينية دي كانت كبيرة، انا مش مليت الصينية بيها. انا بططتها كده في قلب الصينية من جوه على قد حجم الفطيرة ما فردت معايا. شوفوا يا حبايب قلبي الفطيرة في ايديا مورقة ازاي. ما شاء الله. انا بجيبها من الوسط على الجناب من بره علشان ما يكونش فيها حتة عالية وحتة واطية كده. شفتوا يا حبايب قلبي؟ تمام كده. انا هعملها كمان شوية وهروح اكمل كل الكمية بتاعتنا وكده. هم عملوا معانا 5 صواني، عملت كده 3 كبار و2 صغيرين. شفت يا حبايبي؟ انا بقى هسيبها كده وهوريكم بقى عم اخلص كل الكمية واوريهم لك كمان وهي في الفرن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي اللي مشرفيني من برا مصر ومن جوا مصر، ما نحرمش من تعليقاتكم الجميلة اللي مشرفاني. انا كده خلصتها يا حبايبي اهو. اسيبها بقى ترتاح شوية عما اكون خلصت الباقي اللي معايا، وهسويهم. اللي هترتاح ادخلها الفرن. انا كده بعد ما خلصتهم ال4 صواني بتوعنا اهو. كان في واحدة برضو صغيرة يا حبايب، بس انا ما صورتهاش، كانت في جنب برضو. وهنروح للفرن هنشغله. انا مشغله بقى من فوق ومن تحت. العرسة بتاعتي كده سخنة وحلوة، وحطيت بقى فيها الصواني. بس انت لازم تهدي من فوق ومن تحت يا حبايبي. واول بقى ما تقب معانا وكده وترفعها كده بمعلقة من تحت او بسباتة، اي حاجة متاحة معاكي. شوفها من تحت، لو اتحمرت من تحت حلو تهدي بقى، ولو هي متحمرة من فوق ومن تحت تمام يبقى كده. شفتوا هي كده معايا يا حبايبي. وهحط لكم كده كمان صينية في الفرن، وهتشوفوها وهي بتقب معانا. الصينية التانية اهي. هسيبها بقى اما تتحمر وكده. الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي حلو وبسيط. مع الف سلامة، اشوفكم على خير.